السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اهلا بيكم في قناة مشجع زملكاوي، وهنتكلم على رحيل فيريرا والجهاز الفني وأسامة نبيه، وقريب جدا من تدريب نادي الزمالك كابتن مؤمن سليمان والكابتن خالد جلال. هنتكلم عن كلها بالتفصيل، بس اتمنى قبل ما نبدا اعمل لايك للفيديو ده ونوصل الفيديو لاكبر عدد من اللايكات. لو انت جديد في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس على الكل. يلا بينا نخش على تفاصيل اخبار نادي الزمالك، وهنبدا باول خبر معانا. ودلوقتي في جلسه خاصه ما بين امير مرتضى منصور وفيريرا بالنسبه لموضوع الشرط الجزائي. ودلوقتي فيريرا مش عايز يتنازل عن الشرط الجزائي وعايزه كامل، وفي نفس الوقت برضه في محاولات من امير ان هو يتنازل على جزء من باقي مستحقاته، ولكن فيريرا اكيد هيمشي خلال الساعات اللي جايه. وكمان الكابتن اسامه نبيه هو كمان قدم استقالته وهيسيب نادي الزمالك، والاتجاه كله متجه لمدير فني مصري في الوقت الحالي لانقاذ الموسم، لان صعب ان يجي مدير فني اجنبي وسط طبعا الظروف الصعبه اللي احنا فيها دي. ففي دلوقتي بعض الاحتمالات اللي دلوقتي بقت في الصوره. كابتن مؤمن سليمان اسمه مطروح دلوقتي داخل نادي الزمالك، وهو طبعا مسك نادي الزمالك قبل كده وحقق معاه كاس مصر، ودلوقتي برضه قدم استقالته او فسخ عقده مع الشرطه العراقيه، وقدم معاهم موسم السنه اللي فاتت كويس جدا. ودلوقتي الاسم الثاني اللي مطروح داخل نادي الزمالك وبقوه، ورئيس النادي ذات نفسه عايزه ومتمسك بيه، وهو الكابتن خالد جلال. مدير فني طبعا نجح معانا قبل كده وقدر يفوز بكاس مصر برضه، وفاز على النادي الاهلي، فبرضه فاهم اللعيبه وعارف كل امكانياتهم كويس جدا. فنتمنى ان هم يختاروا بسرعه علشان نكمل في المنافسه على الدوري. دي البطوله الوحيده اللي احنا متاح علينا ان احنا ننافس عليها، وفي لسه امل ان احنا ممكن ناخد الدوري. هو امل بسيط شويه ولكن لسه الامل موجود، ونتمنى طبعا الاستقرار خلال اللي جايه لنادي الزمالك، وان النادي يرجع تاني لطريق الانتصارات. عايز اقول لكم بعد كده ان الزمالك يسدد مستحقات الافريقي التونسي في رعايه سيف الدين الجزيري، والتي تقدر يعني ب 838 ألف. وبرضه عايز اقول لكم ان كده خلصنا من موضوع شكوى الافريقي التونسي اللي كان مقدمها ضد نادي الزمالك علشان الزمالك ما توقفش من القيد فترتين، فده حاجه كويسه جدا. ولكن نتمنى ان يكون في مدير فني سريع جدا خلال المرحله المقبله، لان الامور هتبقى صعبه جدا خلال الفتره الجايه. وعايز اقول لكم كمان ان في لعيبه هترحل عن نادي الزمالك، ولكن مش هنتكلم عنها دلوقتي، لسه الوقت مش مناسب، هنتكلم عليها خلال الايام اللي جايه. اهم حاجه ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس على الكل، واللي تحت رايك في الكومنتات في رحيل اللعيبه اللي نفسك تمشي من نادي الزمالك، وتوقع مين اللي هيمسك نادي الزمالك، اذا كان خالد جلال ولا مؤمن سليمان. اشوفكم على خير، يلا سلام.